المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. افتتاح المؤتمر الوطني لتنمية الألبان ومنتجاته في فندق أسمر بالاس. بناء السد أسقاط في مدينة أفعبت تجري بشكل جيد. الدراجون الإريتريون يفوزون بقمصان إضافية في المرحلة الرابعة من طواف رواندا. قتلى في غارة إسرائيلية على دمشق. روسيا وفنزويلا تتعهدان بتعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة النووية. وتايوان تحتج بعد أن صعد خفر السواحل الصيني على متن قارب سياحي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. افتتح اليوم في فندق أسمر بالاس المؤتمر الوطني لتنمية الألبان ومنتجاتها الذي نظمته وزارة الزراعة تحت شعار منصة لضمان الحليب ومشتقاته الكافية والآمنة بأسعار معقولة. حفل الافتتاح الذي حضره كبار المسؤولين الحكوميين والجبهة بما في ذلك الوزراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة في إريتريا والسلك الدبلوماسي وعمداء الكليات والضيوف. أوضح فيه وزير الزراعة السيد رافاين برهم أن قطاع الألبان ومنتجاته يشكل أساس عيش ملايين المزارعين حول العالم، وقال: إذا أردنا أن ننجح في هذا العالم المتغير باستمرار فنحن بحاجة إلى أن نفهم بشكل صحيح التحديات والفرص المقبلة. وأعرب الوزير رافاين عن إيمانه بإمكانية بناء قطاع قوي ومربح عبر تعزيز قدرة المزارعين من خلال المعرفة والتدريب وفرص التمويل أيضا. وذكر بأن البلاد لم تضمن بعد أمن الألبان ومنتجاته، وقال أن المؤتمر سيساعد على ضمان توريد المنتجات للاستهلاك المحلي وخارجه من خلال استضافة التكامل والتعاون الشامل بين الشركاء. ويناقش المؤتمر الذي يستمر حتى 22 من فبراير التطور التاريخي لقطاع الألبان في إريتريا والوضع الحالي والآفاق المستقبلية ودور البحث والابتكار الزراعي في تنمية قطاع الألبان ونتائجه وتحديات وفرص التنمية المستدامة وتجربة ونتائج مراقبة جودة الحليب وسلامته وإنشاء منصة لصغار مزارعي الألبان في إريتريا للانتقال إلى مستقبل مستدام ومربح، وكذلك تجربة ونتائج صناعة الألبان وتحديات وفرص تطوير منتجات الألبان ونتائجها في إريتريا وتجربة مراقبة جودة الألبان وسلامتها ونتائجها. وتقدم 20 أوراق بحثية مماثلة وعروض تقنية عبر الفيديو. ويحضر المؤتمر الأول من نوعه متخصصون وشركاء عمل من مختلف أنحاء إريتريا والمؤسسات من الدنمارك وأيرلندا وجنوب أفريقيا والهند وكينيا، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة. قال المهندس كفلاي رزني خبير الحفاظ على المياه والتربة المسؤول عن العمل إن بناء سد أسقاق يسير بشكل جيد في المديرية، وأشار إلى أن عملية البناء الجارية بالتعاون بين شركة عدهالو والمواطنين والجيش منذ شهر مايو 2023 وصلت إلى 65%، وسيتم الانتهاء من الباقي قريبا. وسيحتوي السد الذي يبلغ ارتفاعه 20 مترا وعرضه 70 مترا على 500 ألف لتر من المياه عند اكتماله. وأضاف أنه إلى جانب توفير مياه الشرب للناس والماشية فإنه يساهم أيضا في التنمية الزراعية. وقال مدير منطقة شبايت السيد محمد علي صالح إن سكان المنطقة كانوا يعانون من مشكلة مياه خطيرة، وتم حل المشكلة بالمياه المخزنة في السد قبل اكتماله، معبرا عن أمنيته الكبيرة لإيجاد حلول جذرية مع اكتمال عملية بناء السد. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريتريا إرينا بأن بناء 6 حفائر خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف مناطق المديرية ظلت يسهم في حل الكثير من مشاكل المياه، خاصة مياه الشرب النقية. عقدت جمعية مربي النحل بالإقليم الأوسط مؤتمرها الثالث يومي 19 و20 من فبراير في أسمرة،
وقال السيد هبتآب جهاد رئيس الجمعية في المؤتمر الذي حضره حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبراهام والرئيس التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرئيت ولد برهان أن الجمعية ومنذ تأسيسها عام 2001 بدعم من الحكومة وإرادة المزارعين زادت في عدد أعضائها بنسبة تزيد عن 175% منذ تأسيسها. وقال أمين عام الجمعية السيد جبره وتفاسيل إنهم حصلوا على مكان في توكر من قبل وزارة الزراعة. وأضاف أنهم افتتحوا محلات تجارية في أسمر ومصوع وكرن لتقديم العسل بأسعار معقولة. وأضاف أيضا أن دعم وزارة الزراعة لأوعية العسل وآلات تعبئة العسل منحهم دفعة كبيرة في أنشطتهم. وحث مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة السيد سمري أملسهم وممثل دائرة الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد أسرات هايلي المؤتمر على تقييم الأنشطة القائمة بشكل جدي والانتقال إلى مرحلة جديدة. ووعد بأن وزارة الزراعة ستقدم المساعدة اللازمة لحل المشاكل. وناقش المجتمعون مشروع تعديلات النظام الأساسي للجمعية المقدم من اللجنة التنسيقية وتمت الموافقة على التعديلات. وفي الختام تم تقديم شهادات التقدير لأعضاء اللجنة التنفيذية الذين أنهوا فترة ولايتهم. كما تم انتخاب لجنة تنفيذية لقيادة الجمعية للسنوات الثلاث القادمة. تم حث المدارس التمهيدية في مديرية تسني على تحديد الإعاقات العقلية والتنموية لدى الأطفال في وقت مبكر والتركيز على تقديم الخدمات المناسبة لهم. التقى المشرف في مديرية تسني الأستاذ يوناس أوبازغي في 17 من فبراير مديري ومعلمي مؤسسات ما قبل التعليم النظامي موضحا أهمية رياد الأطفال في تقييم الأطفال وغرس الفهم التربوي العام. وحث على تعزيز دور المجتمع بشكل عام وأولياء الأمور بشكل خاص حتى لا يحرم أي طفل من الفرص التعليمية بسبب الإعاقة. وقال إن المدارس ستتحمل مسؤولية استخدام قدراتها ومرافقها لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التعليم والتعلم وفقا لظروفهم. ودعا المعلمين والمدارس على العمل بجدية لتحديد هوية الأطفال ومساعدتهم أثناء التحاقهم بمؤسسات ما قبل التعليم النظامي. واختتم الأستاذ يوناس بقوله إنه لكي تنجح جهود تدريب الطلاب المؤهلين فيها جميعا ذكر بأن مدارس المستقبل يجب أن تكون صديقة للمعاقين. وحث على تعزيز دور المجتمع لتغيير الموقف السلبي تجاه المعاقين. وقال المعلمون الذين قدموا عروضا حول طرق التدريس وعلاج الأشخاص المعاقين جسديا وعقليا إنه ونظرا لاختلاف قدرات الطلاب يجب على المعلمين التدريس بطريقة شاملة مع مراعاة مستوى القدرة بين الطلاب، داعين إلى تعزيز دور الإدارة والجبهة لأن الثقافات والتقاليد المتخلفة التي لم يتم القضاء عليها بشكل كامل في مجتمعنا تؤثر سلبا على التعليم. حصل الدراجون الإريتريون على أفضل قميص سباق السرعة في المرحلة الرابعة من طواف رواندا التي جرت اليوم. واحتل الأولمبيان مرهاو قدوس وأخليل أرفين المركزين 8 و10 على التوالي في مرحلة امتدت إلى 93 كيلومتر. أنهى الدراجون المراكز 10 الأولى دون إضاعة الوقت أمام الفائز بالمرحلة البلجيكي ليسرف ويليام. واحتل أصغر عضو في المنتخب الوطني يافيت مولجيتا المركز 23 بفارق 30 ثانية، بينما احتل عضو فريق بايد آيد داويت يماني وعضو المنتخب الوطني الإريتري متكل إيوب المركزين 27 و28 على التوالي. وأكمل جميع الدراجين الإريتريين المرحلة في الوقت المحدد، حيث تم إقصاء 10 متسابقين من دول وأندية أخرى. ولم يطرأ أي تغيير على المراكز الستة الأولى في السباق على القميص الأصفر. وتصدر الفرنسي ريندريك السباق ب9 ساعات و23 دقيقة و34 ثانية، بينما احتل الإريتري أخليل أرفين المركز السادس في نفس الوقت. وفيما يتعلق بقميص أفضل متسابق شاب، تصدر أخليل القائمة بزمن قدره 9 ساعات و23 دقيقة و34 ثانية، يليه يافيت مولجيتا في المركز الثالث بفارق 46 ثانية.
كما احتفظ أخليل أيضا بجائزة أفضل قمصان إفريقية وأفضل متسابق شاب إفريقي. وأضاف عضو فريق بايك ايد الألماني يوئيل هابتاب الذي احتل المركز الأول 4 مرات ومرة واحدة المركز الثاني في المرحلة الثالثة، وجمع 32 نقطة إضافة إلى 20 نقطة في سباق اليوم لتصل نقاطه الجملة إلى 52 نقطة، وأصبح بذلك حامل قميص الأسد. لقد ارتدى أيضا قميص أفضل متسابق في سباق السرعة. وفي المنافسات الأربع التي أقيمت حتى الآن، حافظ المنتخب الإريتري على المركز الأول على مستوى المنتخبات الوطنية، متفوقا على المنتخب الرواندي بفارق 2:26 ثانية، فيما صعد المنتخب الوطني إلى المركز الرابع في الترتيب العام للأندية والمنتخبات. وسيستمر طواف رواندا في نسخته 16 غدا بسباق فردي ضد الزمن لمسافة 13 كيلومترا. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نتابع الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أفادت وسائل إعلام سوريا بمعتقل 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية في منطقة كفر سوسة بالعاصمة دمشق. ولم تعرف على الفور هوية القتلى الذين استهدفتهم الغارة الإسرائيلية الجديدة. وقالت وكالة الأنباء السورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف المبنى ونشر صورا للأضرار. وكان التلفزيون السوري تحدث بدوره عن عدوان إسرائيلي بعدد من الصواريخ على حي كفر سوسة السكني. وتواترت في الآونة الأخيرة الغارات الإسرائيلية على دمشق وريفها، مستهدفة بالخصوص عناصر إيرانية ووفق ما تقول إسرائيل. واتهمت إيران إسرائيل باغتيال مستشاري الحرس الثوري، وتوعدت بالرد في الوقت والمكان المناسبين. تعهدت روسيا وفنزويلا بتعزيز تعاونهما في مجال إنتاج النفط والغاز والاستخدام السلمي للطاقة النووية، وذلك عقب اجتماع لوزيري خارجية البلدين في كاراكاس. ووصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى فنزويلا قادما من كوبا في إطار جولته في أمريكا اللاتينية، فيما تبحث موسكو عن شركاء دبلوماسيين وتجاريين. والتقى لافروف في كاراكاس نظيره الفنزويلي إيفان جيل ونائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، حيث ناقشا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز والزراعة والطب والأدوية، حسب ما صرح جيل للصحفيين بعد ذلك. وفي هافانا انتقد لافروف يوم الاثنين الابتزاز والإنذارات والتهديدات التي تقوم بها الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي قال إنها تسعى بكل الوسائل إلى الحفاظ على سيطرتها وهيمنتها وإملاءاتها. احتجت تايوان على قيام الصين بصعود قارب سياحي مع تصاعد التوترات حول أرخبيل كينمان الذي يقع على بعد مسافة قصيرة من ساحل الصين، ولكن تسيطر عليه تايوان. وذكرت وسائل إعلام تايوانية أن خفر السواحل الصيني صعد على متن السفينة كينغ شيام التي كانت تقل طاقما مكونا عن 11 فردا و23 راكبا. ورافق خفر السواحل التايواني القارب عائدا إلى كينمان، ثم واصل رحلته لمشاهدة المعالم السياحية. وقال رئيس الوزراء شين جين إن تايوان تسعى إلى تخفيف التوترات في المنطقة، والتي تصاعدت مع زيادة الصين أنشطتها العسكرية بعد انتخاب تايوان رئيسا زعيما للاستقلال في يناير. وتكثف الصين دورياتها في المياه قبالة السواحل كينمان والجزر المرتبطة بها بعد أيام من قلق الصيادين الصينيين أثناء مطاردتهما من قبل خفر السواحل التايواني، والذي اتهم القارب بالتعدي على ممتلكات الغير. أطلقت السلطات المكسيكية تحذيرات حثت الناس على عدم الاقتراب من محيط بركان بوبوكاتيبيتل المكسيكي الذي ثار وانبعث الرماد منه، حيث نصت التحذيرات على الابتعاد عنه بمسافة تقدر بنحو 12 كيلومترا. وأظهر مقطع فيديو سجله شاهد عيان من مدينة
بويبلا في شرق وسط المكسيك جنوب شرق مكسيكو سيتي سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد من البركان الأكثر نشاطا في البلاد، أدى إلى إرسال عمود يبلغ ارتفاعه أكثر من 3 كيلومترات فوق الحفرة. وأعلنت السلطات حالة التأهب باللون الأصفر في المناطق القريبة من البركان، وحذرت السكان في جنوب بويبلا من تساقط الرماد وفقا لوسائل الإعلام المحلية. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بأبرز العناوين. افتتاح المؤتمر الوطني لتنمية الألبان ومنتجاتها في فندق أسمر بلاس. عملية بناء سد أسقا في مدينة أفعبت تجري بشكل جيد. الدراجون الإريتريون يفوزون بقمصان إضافية في المرحلة الرابعة من طواف رواندا. قتلى في غارة إسرائيلية على دمشق. روسيا وفنزويلا تتعهدان بتعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة النووية. وتايوان تحتج بعد أن صعد خفر السواحل الصيني على متن قارب سياحي. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. هذه تحيات وتحيات فريق العامل، ودمتم في أمان الله.